السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. في الفيديو ده هاخدكم معايا لزيارتي لأهلي في الفلاحين بمحافظة البحيرة لحضور حفل زفاف أحد أقاربي، وهتشوفوا معايا جمال الريف المصري وأهله الطيبين واستقبالهم الجميل وكرم ضيافتهم لينا. تعالوا معايا. النهاردة هو يوم الحنة عند العروسة، هتشوفوا معايا تحضيرات يوم الحنة من أولها. هنا هيكون مكان المسرح، وبدأت تدخل المعدات زي ما انتوا شايفين، وبدأوا بتجهيز الكوشة للعروسة بشكل جميل وكمان تهيئة المكان. قبلها بيوم بيكونوا دابحين وانا مصورتش ده، وبعد كده بيجيبوا طباخين علشان يحضروا الاكل ويجهزوه للضيوف والاهل البلد، وكلنا بنتجمع على سفرة واحدة مع الاهل والاحباب، وهو ده كرم اهل الريف. عقبال ما تجهز الكوشة هناخد جولة كده نسلم على كل حبايبنا. طبعا قدام كل بيت أشجار الرمان والموز والعنب ما شاء الله، وكمان هتلاقوا قدام كل بيت في طرمبة، اللي فاكرها طبعا يقول لنا في التعليقات. منظر بقى الحقول الخضراء حاجة كده تسر العين ما شاء الله، مع غروب الشمس بقى حاجة تحفة. شوف العصافير بقى وأبو الدان موجود في الأراضي، وصوت الأذان وغروب الشمس، منظر يسر العين. راحة نفسية غير طبيعية. كده ما شاء الله جهزوا كل حاجة، الأنوار ملت المكان، وكل حاجة دلوقتي بقت متنظمة، وبقوا يستقبلوا كل الناس، وبدأت الأطفال تطلع على المسرح يلعبوا. وآدي كوشة العروسة شكلها جميل جدا. طبعا جت العروسة وبدأوا إخواتها وحبايبها يرقصوا على المسرح. العريس في حنة العروسة يسلم عليها، واستقبلوه كلهم بالتسقيف زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بدأ يرقص مع العروسة لوحدهم. خطوة ورا خطوة بقرب لك. ربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب. وفي الآخر بدأت تاخد بقى صور تذكارية مع أهلها وأحبابها. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب العالمين. تاني يوم الفرح دخلنا القاعة. ما شاء الله القاعة دي بقى فيها كل حاجة تخص العريس والعروسة، يعني زي الفساتين الفرح زي ما انتوا شايفين، وفيها كمان الستيشن وكمان الميك اب ارتست، يعني كل حاجة مجهزة ليهم من الصبح لغاية الساعة 10 بالليل لما المعازيم كلها تحضر في القاعة. ما شاء الله القاعة جميلة وواسعة. وحتى من جوه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله جميلة جدا. سلمنا على كل الحبايب وبدأنا في انتظار العريس والعروسة.
عرفنا ان العروسة والعريس جم بره وبنستقبلوهم بالطبل البلدي. العروسة زي القمر ما شاء الله، والفستان بتاعها الله أكبر عليه، ربنا يحميها ويحرسها يا رب العالمين. وكمان العريس ما شاء الله عليه، ربنا يحمي شبابه، فندعي لهم دعوة حلوة كده: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ويا رب يرزقكم بالذرية الصالحة ويصلح لكم الحال دايما. نصدق السما وهو كلنا بصدق ايدك زي ما انت بقى عريس نمسك ايدينا بوسط الدين ونشجع السما مره طويله كلنا بصف عاليه. صدق كده العريس والعروسه.
وطبعا العريس والعروسة خدوا وقت للراحة، وتقدم لنا الجاتو والعصير مع أغاني أم كلثوم وأغاني زمان. وحاسبكم مع رتب صدف وكل قلبي وإحساسه، فجأة الطريق بينا بيقف والحب بيجمع ناسه. الدنيا بترتب صدف وكل قلبي وإحساسه، فجأة الطريق بينا بيقف والحب بيجمع ناسه. واحنا اتقابلنا وجه اونا، شفتك بقلبي اللي اتمنى، وريتني ايام الجنة ومليت بحبك اوقاتي حلم حياتي.
وبكده خلصت زيارتنا الجميلة لأهلي في البحيرة، وفرحنا وفرحتهم كانت من أجمل اللحظات اللي عشتها. وفي نهاية الفيديو أنا صورت لكم القاعة علشان أشارك لكم الفرحة من أولها لآخرها. يا رب يكون الفيديو عجبكم ورسم بسمة على وشوشكم، ويا رب يفرح كل البنات والشباب، ويرزق كل بنت بزوج صالح وكل شاب بزوجة صالحة، وتفضل دايما أيامنا عامرة بالمحبة والفرح. أشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. كانت معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة، والسلام عليكم.